في يوم 6 أكتوبر سنة 1973 حصلت حاجة خلت العالم كله مبهور بيها. يلا بينا نعرف مع بعض إيه اللي حصل في اليوم ده في درسنا النهاردة اللي هو بعنوان حرب أكتوبر المجيدة. ما تنساش حبيبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بينا. حرب أكتوبر اللي كانت سنة 1973 من أعظم الأحداث التاريخية في تاريخ مصر الحديث. تعالوا نعرف ليه. لأن هي ما كانتش مجرد معركة عسكرية عادية، لا، دي كانت معركة للدفاع عن الهوية والكرامة والانتماء. معركة بنرجع بيها أرضنا اللي هي جزء مننا وما نقدرش نفرط فيها، وهي سيناء الحبيبة. تعالوا نعرف الدرس ده في مجموعة من الخطوات ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. في عندي أول حاجة اللي هو احتلال إسرائيل لسيناء، كان سنة 1967. ده طبعا التاريخ ده كان قبل حرب أكتوبر المجيدة. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل في اليوم ده اللي حصل في السنة دي اللي هو 1967، جت إسرائيل واحتلت جزء من أرضنا اللي هي سيناء الحبيبة. تمام؟ طب هي يا ميس إزاي احتلت سينا؟ احتلت سينا عن طريق اللي هي عملت تحصينات كتيرة على طول قناة السويس، تحديدا في الضفة الشرقية من جهة شبه جزيرة سيناء. وسمت التحصينات دي باسم خط بارليف، وقالت إن الخط ده من أقوى وأخطر الخطوط الدفاعية في العالم. هي كانت معتقدة كده. تمام. وكان الغرض من الخط ده اللي هي كانت فاكرة ان هي هتمنع الجيش المصري من اللي هو يعدي القناة اللي هي قناة السويس ويدخل سيناء. طب تعالوا نعرف هو خط بارليف ده اصلا كان عبارة عن ايه. كان عبارة عن خط دفاعي عسكري أقامته إسرائيل. يعني إسرائيل عملت الخط ده بعد ما احتلت سيناء سنة 1967 على الضفة الشرقية لقناة السويس. وزي ما أنا قلت لك من شوية إن كان الهدف من خط بارليف إن هي كانت فاكرة إنها هتمنع الجيش المصري من عبور قناة السويس، واللي إحنا نقدر نرجع أرض سيناء تاني لينا. طيب، هل إحنا كمصريين هنسكت على إن حد يجي ياخد جزء من الارض بتاعتنا ونقف نتفرج؟ لا طبعا. يعني زي كأن انت قاعد في بيتك وحد جه طلعك من بيتك وقال لك ده بيتي. ما ينفعش طبعا. اللي حصل بقى ان احنا ما استسلمناش للهزيمة. بدأ الجيش المصري العظيم بتاعنا يخطط ازاي ان احنا نستعيد الارض بتاعتنا من اول وجديد. وطبعا بدأ بمجموعة من الإجراءات اللي كانت تعتبر محطات لتحقيق النصر. تعالوا نشوف بقى إيه اللي حصل. بدأنا بعد ما إسرائيل احتلت أرض سيناء، بدأنا اللي إحنا نخطط للحرب. عن طريق إيه؟ عن طريق إن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بالتخطيط للحرب بشكل دقيق ومنظم. طيب، عملنا إيه بقى؟ القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت تعمل مجموعة من الإجراءات اللي هي بيها بتخطط للحرب بشكل إيه؟ دقيق ومنظم. عن طريق أول حاجة حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف اللي هو عبارة عن حرب كانت ضد العدو الإسرائيلي، عن طريق طبعا إن الجنود بتوعنا بدأوا في معارك على طول قناة السويس. من خلالها بدأوا يهاجموا مواقع العدو أكتر من مرة، وبكده كنا حققنا خسائر كبيرة جدا للعدو الإسرائيلي. طيب، إيه تاني يا ميس؟ بعد حرب الاستنزاف اللي هي كانت جزء أساسي من خطوات النصر في حرب أكتوبر، بدأت المخابرات المصرية بتاعتنا اللي هي تعمل مجموعة من الإجراءات، زي اللي هي بدأت تحصل على معلومات عن العدو الإسرائيلي. الهدف منها إن هي تتعرف على نقاط الضعف بتاعتهم. وبعد كده يجي النقطة التانية اللي هو التنظيم والتدريب.
طب تنظيم وتدريب ايه يا ميس؟ تنظيم الجيش وتدريب الجيش على اعلى مستوى. تنظيم عن طريق ان بدأنا بتنظيم الوحدات داخل الجيش علشان نضمن كل وحدة في الجيش تأدي المهمة الخاصة بيها. طب وبدأنا التدريب ازاي؟ اللي بدأ يبقى فيه تدريب مكثف ومحاكاة. يعني ايه محاكاة؟ يعني زي كأننا في حرب فعلية. الكلام ده كان قبل حرب اكتوبر العظيمة. تمام؟ طيب الهدف من المحاكاة اللي هو يعني كأننا في حرب فعلية مع العدو الإسرائيلي. تمام؟ بعد كده تيجي الخطوة الأخيرة في التخطيط للحرب، اللي هي خطة العبور. خطة العبور عن طريق ان الجيش بدأ يحط خطة الهدف منها عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف. تمام؟ يبقى تخطيط في الحرب بدأ في 4 خطوات. أول خطوة كانت مهمة جدا، اللي هي حرب الاستنزاف اللي كانت طريق للنصر في أكتوبر. بعد كده تاني نقطة اللي هو دور المخابرات المصرية عن طريق الحصول، كان دورها الحصول على معلومات عن العدو الإسرائيلي لمعرفة نقاط ضعفه. ثالث نقطة التنظيم والتدريب، تنظيم وحدات الجيش لضمان تأدية مهامها، والتدريب المكثف ومحاكاة نماذج من مواقع العدو المستهدفة. وبعد كده خطة العبور. تعالوا بقى نروح لخطوة مهمة جدا، اللي هي إعداد الجيش. طبعا كانت المعركة كانت معركة اللي احنا عايزين نرجع الجزء اللي اتاخد مننا العزيز علينا، اللي هو سيناء الحبيبة. الجيش بدأ اللي هو يبقى فيه خطوة مهمة جدا عن طريق القيادة العامة للقوات المسلحة. بدأت تجهز الجيش وعملت مجموعة من الإجراءات علشان تجهز الجيش على أعلى مستوى. أول حاجة بدأت برفع الروح المعنوية للجيش المصري. الجيش بتاعنا كان مستعد للمعركة، وكان عنده روح معنوية عالية جدا، اللي احنا لازم ننتصر، واللي احنا لازم نرجع الجزء الغالي مننا اللي اتاخد، وهو طبعا سيناء الحبيبة. تمام؟ عن طريق بقى رفع الروح المعنوية وغرس روح الإصرار والانتماء في نفوس الجيش المصري، وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هي تأكد إن المعركة دي معركة كرامة وشرف، وما كانتش حرب أكتوبر مجرد حرب عادية، دي معركة كرامة وشرف وانتماء. تمام؟ طيب، تاني خطوة مهمة طبعا اللي هو التدريب. تم تدريب الجنود والضباط تدريب قوي ومنظم. بدأنا كمان اللي هو تطوير الأسلحة. تطوير الأسلحة كان عن طريق طبعا اللي احنا بدأنا بصيانة الأسلحة والمعدات باستمرار. تمام؟ بعد ما احنا خططنا للحرب وعدينا الجيش بتاعنا بقى جاهز اللي هو يدخل الحرب، بعد كده تيجي دور القيادة العامة للقوات المسلحة اللي كانت بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كان وقتها رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب قرار الحرب. يعني اللي أخذ قرار الحرب كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن طريق طبعا المشاركة مع طبعا قيادة الجيش المصري. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس واجتياح خط بارليف المنيع. مين اللي قال الجملة المشهورة دي؟ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد ما انتصرنا على إسرائيل. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف مين اللي كان في الوقت ده من أهم قيادات الجيش المصري. نبدأ بقى ونركز مع بعض. كان عندنا الفريق أول أحمد إسماعيل، كان وزير الحربية
والقائد العام للجيش المصري. وكان في الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة. يبقى الفريق أول أحمد إسماعيل كان وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. تمام. طيب الفريق سعد الدين الشاذلي كان رئيس أركان القوات المسلحة. عندي اللواء عندي اللواء محمد عبد الغني الجمسي كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. يبقى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة كان اللواء محمد عبد الغني الجمسي. اللواء فؤاد ذكري كان قائد القوات البحرية. طيب تعالوا كده عشان ما نتلخبطش نرجع من أول وجديد. الفريق أول أحمد إسماعيل كان وزير الحربية والقائد العام للجيش. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة. طب مين كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة؟ اللواء محمد عبد الغني الجمسي. وقائد القوات البحرية اللواء فؤاد ذكري. طيب مين كان قائد القوات الجوية؟ اللواء محمد حسني مبارك، اللي بعد كده أصبح رئيس جمهورية مصر العربية. وعندي قائد قوات الدفاع الجوي اللواء محمد علي فهمي. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. طبعا دي صورة بتجمع كل قيادات الجيش المصري وقت حرب اكتوبر المجيدة. تعالوا نشوف بقى وقت الحرب، يعني يوم 6 اكتوبر 1973 الحرب بدأت ازاي؟ بدأت الحرب بأول حاجة بضربة قوية من الطائرات المصرية. طب الطائرات المصرية يعني طلعت منين؟ الطائرات المصرية انطلقت من المطارات المصرية نحو مواقع العدو في سيناء. يبقى الطيارات بتاعتنا في اليوم ده بدأ الحرب بضربة قوية من الطائرات المصرية اللي طلعت من المطارات المصرية لحد سيناء. وبعد كده بدأت تهاجم مواقع العدو، مما أدى إلى تدمير مواقع العدو. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي ترتب ان القوات الجويه بتاعتنا ضربت مواقع العدو؟ تدمير مراكز القياده والمطارات اللي كانت بتستخدمها اسرائيل وقت الحرب. في الوقت ده يعني من اول حاجه كانت الطائرات بتاعتنا هي اللي طلعت من المطارات وبدات تضرب مواقع العدو الاسرائيلي. في نفس الوقت بدأ الجنود عبور قناه السويس لتحرير ارض سيناء. طب ازاي يا ميس؟ ما حضرتك قايله اللي فيه خط بارليف اللي كان على الضفه الشرقيه من قناة السويس. استخدمنا في الوقت ده الجنود بتوعنا الأبطال بتوعنا بدأوا يستخدموا خراطيم المية علشان يدمروا الحاجز الترابي. بعد ما الحاجز الترابي وقع، طب واحد يقول لي طب يا ميس هما جابوا المية منين؟ جابوها من قناة السويس. طيب بعد ما الحاجز الترابي اتدمر بدأوا يعبروا القناة عن طريق قوارب مطاطية صغيرة، وهم كانوا في الوقت ده شايلين العلم بتاعنا اللي هو علم مصر. بعد كده طيب هم يا ميس الجنود بدأوا يعدوا قناة السويس. طب بالنسبة يا ميس للدبابات اللي هتروح تحارب في الجبهة، دبابات بدأنا الدبابات بتاعتنا تعدي قناة السويس عن طريق الجسور العائمة. يعني بدأوا يحطوا جسور عائمة تمشي عليها الدبابات علشان يروحوا للضفة الشرقية للقناة. بعد كده كانوا طبعا الجنود بتوعنا أبطال أبطال جدا، إن هم بدأوا في الحرب ونجحوا كمان في اللي هم يقضوا على الأسطورة اللي كانت قايلها إسرائيل، الأسطورة المزعومة إن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. لا مفيش الكلام ده. احنا الجيش المصري يعني نجح في المعركة دي، وقدر اللي هو ينتصر على إسرائيل، وقدر اللي هو يرجع الأرض بتاعته، وقدر اللي هو يثبت للعالم اللي احنا عندنا جيش قوي. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف بعد يوم النصر. طبعا العالم كله في اليوم ده يوم 6 اكتوبر بعد ما الحرب انتهت العالم كله كان يعني مذهول ازاي مصر عملت الحرب دي في 6 ساعات، وازاي قدرت ترجع الارض بتاعتها
وازاي قدرت اللي هي تثبت للعالم كله ان احنا ما نقبلش ان الارض بتاعتنا طبعا تروح مننا. تمام. طيب، كان عبور قناة السويس، يعني ده بقى رأي الصحف العالمية، كان عبور قناة السويس جريئا، يعني القرار نفسه كان جريء وعبقري بإذابة السواتر الرملية الدفاعية. يعني ازاي قدرنا نوقع ساتر رملي بخراطيم المية اللي كانت هي عالية الضغط، وازاي اللي احنا اقمنا جسور عائمة قدرنا من خلالها نعدي الدبابات بتاعتنا، واللي احنا نعبر القناة في زوارق مطاطية. وبكده يكون الدرس بتاعنا يعني كان سهل وبسيط. اتمنى حبايبي اللي انتوا يكون الدرس كان الشرح بالنسبة لكم سهل، واتمنى ان انتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة.